إذا أنت عروسة جديدة وما عم تعرفي تعملي الورق عريش معناتها بعدك ما تابعتيني. جيبي الطنجرة والحقيني. بالبداية بتجيبي 3-4 روس بطاطا، بتقشريهم وبتغسليهم وبتقطعيهم بالأحجام اللي انت بدك اياها، بس ما تسمكي كتير البطاطا ولا ترفعيها. بعدين بتحطي زيت زيتون شوي بكعب الطنجرة وبتصفي البطاطا. فيكي اكيد تحطي من تحت صف بندورة، صف بطاطا، صف جزر. انا باخر الفيديو حتشوفي كيف حطيتهم ورا بعضهم. بالنسبة للحشوة انا بحب اعمل البصل لحال. بجيب بصلتين بفرمهم ناعم وبعدين بحط لهم السماق، الملح، البهار. بعد هيك بجيب جاط، بحط فيه هيدا البصل اللي عملته. بكون انا مغسله البقدونس كتير منيح ونقعتهم بالخل. بغسلهم بصفيهم وبفرمهم ناعم، وبفرم بندورة كمان ناعم كأني عم بعمل للتبولة. بحط ملح وبهار وبحط دبس الرمان واكيد حامض حسب الذوق، والزيت ما بدنا ننسى الزيت، وبخلطهم منيح لحتى يتشربوا كل هالمكونات مع بعضهم. انا بحب تكون كمية الرز قد كمية الخضرة. هون اكيد فيك تحطي بصل اخضر بس انا ما كان عندي. نعناع يابس كله هيدا حطيته، اكيد غسلته قبل صفيته وهرمتهم وحطيتهم فوقهم، وهلا عم بخلطهم مثل ما انك شايفه. كتير سهله القصه. هلا بدك تقوليلي انه انت عم تشتغلي ومش ملحقه بين شغلك والبيت وعروسه جديده وبدك تضلك تاكلي عند الطنط، بس انا بالنهايه بدي اياكي تعرفي تعملي طبختك بايدك، لانه يمكن يجي يوم تسافري تقعدي وحدك ما رح تجي الطنط تعملك اكلاتك ولا الماما. بالنسبة لإلي أنا بشتغل بالنهار بعلم، وبالليل أو وجد ضوء أوقات بضطر إني أعمل طبختي لحتى أعطي ولادي غداهم، لحتى أنا أروح على شغلي مرتاحة وهن يروحوا على أشغالهم مرتاحين. طبعا أنا ولادي صاروا شباب. وحتى ابني ما بحب ياكل أبدا من أكل السوق، بحب ياكل أكل البيت. بيقول لي ماما شكرا إنك عم توعي بكير تطبخيلي، بس أنا كتير بنبسط بأكلاتك. طبعا ابني عم يتخصص شيف كمان، من هو صغير بحب يكون شيف وكبر وحقق هذا الحلم. يعني من هو صغير بيعرف كل شي بالمطبخ، وهيدي حلاوة الولاد انكم تعلمون يساعدوكم بالمطبخ. هوني انا لفت كل الورق عريش وحطيتهم بالطنجرة. فيك تحطيهم بالطريقة اللي بدك اياها، مهم لازم تثبتيهم لحتى ما يفتحوا. من بعدها هلأ رح اغطيهم بطبقة ورق من دون حشوة مثل ما انك شايفة، وارجع من بعد اتأكد انه كلهم غطيتهم منيح. انا ما عندي تقالة، بجيب صحن. قبل الصحن بحط المرق، ونسيت خبرك انه المرق انا بحط لهم الزوم اللي بيضل من حشوة بحطها، بحط معها برجع حامض الليمون، وبحط ملعقتين دبس البندورة، وبرجع بحط الصحن وبرصهم مزبوط. وهون بدي علي النار على اعلى درجة عندي اياها، وبتركهم تقريبا ربع ساعة لحتى يبلشوا يغلوا. ولما يغلوا بوطي النار وبغطيهم اكيد، وبتقريبا بتركهم ساعة من الوقت. ومن هون لتستوي طبختنا بدي فرجيكم هالمنظر الرائع من جنينتي. واكيد انا بتصبح بامي العذراء الصبح وعشية، يلي هي عند كل الديانات مكرمة. وهلأ من بعد مرور ساعة من الوقت بدي جرب اذا استوت الورقة او بعدها شوي قاسي مبينة. وحبة الرز بعد بدها شوي صغيرة. وانا دايما بتخانق انا والماما عند هاي الخطوة بالذات، لانه انا بدوق نص الطبخة قبل ما تصير الطبخة. هيدا الشي طبيعي، انا بحب دوق قبل لحتى اضمن انه اللي بدهم يدوقوا بعدي رح يحبوا الاكلة، وما يطلع ناقصها ملح او حامض او استوى او اي شي. طبعا هيك طبخة بدها على القليلة ساعتين، ساعتين ونص بين تحضير وطبخ. احلى شي هلأ شو؟ كباية النسكافيه. وهلأ رح روح فيكم كتورة على البلكون نسلم على الشجرات وهالهوايات الحلوين عنا بالبقاع.
شو في أحلى من هالهوايات مع كوباية النسكافيه وهالسهرة الحلوة. وهلأ صار ولادي رح يوصلوا للعشاء، وأكيد بدي خبي الطنجرة بشي مطرح لحتى ما يشوفوها وتطير بنص الليل وأمه ما لاقيها الصبح. هلأ هون بإيد وحدة قلبت الطنجرة لأنه بالإيد التاني حاملة الكاميرا. الحمد لله ما لزق ولا شي، مثل ما شايفين كله نزل بقلب الصينية. وهيدي هي طبختنا، سهل كتير بس بتاخد وقت، مرة على مرة أكيد حتصيري تتقنيها. هلأ من بعد ما خلصت الطبخة أنا رح أنطرها لتبرد. رح أعبي لابني أكيد الوجبة الغداء لتاني يوم بكرة الصبح إذا الله راد بياخدها معه على شغله. وأكيد منحب ناكلها حد اللبن. وهلأ صاروا واصلين ولادي، رح أخفيهم أحسن ما يطلع الضوء عليهم. وهلأ يا عروستنا الحلوة بدي أقولك باي باي، انطريني بفيديو جديد مع أكلة جديدة.